يا صباح الخير، يا صباح الرضا، يا صباح التفاؤل على احلى اخوات اللي مشرفيني دايما. انت رايحه فين يا خوخه وخارجه كده رايحه فين؟ احنا رايحين دسوق يا جماعه، النهارده هنتفسح وهعمل لكم جوله كامله باذن الله في قلب الخروجه بتاعتنا. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك وبالاشتراك عشان يوصل لكم ايه من بيتي خوخه كل ما هو ايه جديد يا حبايب قلب خوخه. حاجات حلوة جدًا عايزاكم تروحوها برضه، هتلاقوا فيها حاجات مختلفة عن كفر الشيخ نهائي. إحنا عندنا في كفر الشيخ ما فيش إلا حد يشيل تعبان كده على رقبته ويلِف عليه وفاضل له شوية يخنقه، يعني ما فيش الكلام ده خالص. الصورة ب10 جنيه، هو طالما لبسه كده واتحط على رقبته يبقى ب10 جنيه. بُصّوا، أنا عايزة أقول لكم اللي وزنه تقيل جدًا، يعني هو الراجل أصلًا يا عيني وشه أحمر واخضر وازرق ما كانش قادر يشيله. لدرجة شوفوا أمّا بيمسك في حاجة بيكلبش، ما بيبقاش عايز يسيبها نهائي. هاورّيكم برضه مقطع دلوقتي أهو شايفين، مسك في البتاعة الstainless دي ما كانش عايز يسيبها نهائي، يعني تخيّلوا بقى ده لو لَف على رقبة حد أو على إيد طفل يعمل فيها إيه؟ الناس يا جماعة بتستهزأ بأي حاجة وبتتصوّر بأي حاجة، هو الفرحة حلوة وكل حاجة، بس ما يمنعش برضه اللي إحنا نخلّي بالنا من حاجات، مش كل حاجة نعملها، مش كل اللي نشوفوه بيتعمل، لأ غلط، غلط، غلط والله. يعني الولد ده صغير والبتاع تقيل جدًا، تقيل وزنه باين على شكله أصلًا تقيل. يا حبيب أمه أنت ما شُفتوش أصلًا على الطلبيعة، كان واقف وشه محمر واخضر وازرق، كل ده عشان يبقى عنده صورة يروح بقى لأصحابه، ده أنا شِلت تعبان أكبر منك والّا شِلت إيه، شوف هيقول شِلت إيه بقى، نينجا الولد. بس بجد ما شاء الله عليهم، هم تقريبًا يعني ما بيخرجوش إلا يوم الجمعة، مش زي كفر الشيخ كده لأ، هم فعلًا يوم الجمعة عندهم ده زي ما يكون كده يوم مقدس يخرجوا فيه. بتلاقيهم كلّهم، كلّهم واخدين فُرَش، يعني اللي واخدة حافظة، اللي واخد الcover بتاع العربية مش الغطا بتاع العربية. بُصّوا كلّهم فارشين بقى وجايبين فسيخ. طبعًا الحديقة دي قصادها فسيخ الريس فسيخ السيسي. مكتوب فسيخ السيسي. عايزة أقول لكم كل الحديقة ريحتها فسيخ في فسيخ، كلّهم شاريين فسيخ رايحين بيه. والله العظيم يعني أكتر حاجة خنقتني في المشوار ده، ريحة الفسيخ اللي في كل مكان، ما أعرفش بياكلوه إزاي برّه كده، وما أعرفش إزاي بيغسلوا إيديهم، يعني بيتأقلموا كده على الجو والقعدة بتاعة الفسيخ دي إزاي أنا مش فاهماها. ده إحنا بنبقى في البيت وبنفضل نرُش في معطّر ونغسل إيدينا كل شوية، يا حُسني. هم يعني هم شايفين اللي كده دي الخروجة بتاعتهم حلوة بكده، الله يا رب يسعدهم ويهنّيهم. طبعًا كل حاجة يعني ذوقي غير ذوقكم، شخصيتي غير شخصيتكم، كل واحد ليه حاجة معيّنة في دماغه بيحب يعملها. عايزة أقول لكم إن الفلوكة دي جميلة جدًا، بيتعمل فيها أفراح، يعني دي قاعة أهيّة من فوق، فيها بقى الترابيزات بالكراسي بتاعتها، بالكوشة، بكل حاجة. طبعًا زي ما أنتم شايفين والله دي كانت أحلى حاجة بقت في الرحلة دي كلّها، القعدة كده فيها. أنا كنت طالعة خايفة، أنا أول مرّة في حياتي من يوم ما ربنا خلقني أركب مركب ويمشّي بيّا في المَيّة، ما بتحسّيش بيه، يعني أكنِّك راكباه ومش راكباه، ما بتحسّيش بيه نهائي. يعني كنت خايفة ونازلة خايفة ومرعوبة أقول لأ ما أناش راكباه، أي حاجة من دي أقول لأ، لأ، لأ. بس بجد أنتِ أمّا بتطلعي فيه ما بتحسّيش بأي حاجة. كان نِفْسي أنزّله بالأغاني بتاعته، بس أنتم عارفين طبعًا حقوق الطبع والنشر مش سايبانا في حالنا، فقُلت لا يا بنتي حوشي الأغاني وحطّي صوتِك وتوكّلي على الله، وبُصّوا كل واحد ليه رزق في حاجة بياخدها، مش بالأغنية هي اللي هتجيب المشاهدة ولا صوتي اللي هيجيب المشاهدة. أنا عارفة إن أنا صوتي وِحِش وكل الحروف بايظة عندي، بس هنعمل إيه؟ دي أمر الله، استحملوني بقى. عايزة أقول لكم دي كانت أحلى مقطع في الفيديوهات كلّها، شايفين البنوتة الصغيّرة دي هي وباباها، اللهم بارك يا رب، والله العظيم اللهم بارك. بُصّوا كل اللي في المركب
او في الفلوكة او اليخت او اي اسم انتوا تسموه، قاعدين بس يصوروا في البت وباباها. اللهم بارك، شكلهم حلو قوي. فعلا الاب الفرفوش رزق يا جماعة والله. شايفين دي مامتهم اللي لابسه احمر دي، هتقوم دلوقتي تصورهم من قريب. بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم اللي الكل اللي كانوا واقفين يعني اكترهم قاعدين بيصوروهم، بجد كانت روحهم حلوه قوي. والاغنيه اللي كانوا شغالين عليها ماشيين عليها ايه بالظبط، يعني ما فيهاش غلطه. هو ماشيين مع التكه ومع الاغنيه، تقولي هم حافظينها او تقولي هم قايلين لي بتاع الدي جي شغل الاغنيه دي. اللهم بارك يا رب عليهم، كانوا حلوين قوي. انا عايزاكم انتوا بس تعملوا لهم ايه لايكات كتير وتشجعوهم كده، مش طالبه منكم حاجه غير اللي انتوا تعملوا لهم ايه لايكات بجد، عشان هم يستاهلوا يتعمل لهم لايك على الروح الحلوه بتاعتهم والفرحه اللي كانوا فيها. اللهم بارك. شايفين البنوته يا خراشي على جمالك. عايزه اقول لكم البحر ده مليان سمك، حرفيا كده مليان سمك. في الحته اللي احنا كنا قاعدين فيها الاستراحه دي، ترمي اي حاجه بتلاقي فوق سمك. بدل السمكه قولي الوفات، مش هقول لكم 10 ولا 20، الوفات. الوفات كده من السمك. وطبعا زي ما يكون جعان، طبعا محدش بيحط له اكل ولا شرب، مين اللي هيحط له اصلا؟ هو سمك في بحر. ترمي عيش ياكل، ترمي ايس كريم يطلع ياكل، ترمي كوبايات ورق ياكل، اي حاجه، مناديل بيطلع ياكلها، اي حاجه بترميها بيطلع ياكلها. مليان سمك حرفيا. بقول لو معايا صنارة دلوقتي اصطاد لي شويه واعمل عليهم صينيه رز كده في الفرن الفلاحي، وما اقولكمش بقى على القعده الجميله دي. وايسل شغاله هي برضو. بصوا كل الناس فرحانه، كل الناس بتطلع الكبت اللي جواها. اخرجوا عيشوا حياتكم، ما فيش مستاهله الخروجه دي كلها، يعني يا دوبك حق المواصلات. يعني مش هقول لكم اللي احنا عملناها بقت مردغنه البساوي زي ما بيقولوا، لا كنت واخده اكل معايا في الشنطه اللي كانت ايسل شايلها. واحنا اصلا ما غبناش، احنا رحنا من الصبح جينا حوالي العصر كده، ما غبناش. طبعا انا ما كنتش مرتاحه اصلا فيها. هتقولي لي مش مرتاحه ليه؟ انا لما بطلع بره كفر الشيخ يا جماعه سبحان الله بحس ان انا متوتره كده، عايزه امشي اروح باي طريق. اكتر مكان بحب اخرج فيه هو الحديقه اللي هي الصناعيه يعني عندنا وكده. حتى اصحابي اما بييجوا مثلا يقولوا لنا يلا نخرج نروح كافيه ولا نروح في حته، اقول لهم هي الحديقه. هتيجوا معايا الحديقه كان بيها، مش هتيجوا معايا مش هنروح في حته. والحديقه برضو دخلناها، تذكره الدخول عندهم ب10 جنيه. يعني احمد وايسل دفعت لكل واحد 10 جنيه. والمركب برضو كل واحد ب10 جنيه. ما بتحاسبيش على اللي هي ايسل دي، ما حسبناش عليها، احنا دفعنا 30 جنيه فيها في المركب. يعني بص لو بصيتوا لها كلها ما بتجيبش ال100 جنيه اصلا الخروج. وهنا بقى اكتر حاجه عندهم القرود والنسانيس والحاجات دي، شكلهم بيحبوا التنطيط. والحديقه بتاعتنا ما شاء الله كبيره كبيره كبيره، يعني قد دي 3 4 مرات. دي طرقه كده، على ايدك اليمين فيها نسانيس وقرود، والناحيه التانية فيها البجع والسمك واللي هو اللي اسمه ايه، الحصان الصغير ده اسمه ايه ولا نسيت اسمه. وعندهم فرخة بديك ما شاء الله مطلعة شوية فراخ حلوين، كان نفسي اخدهم. بقول له عمو ينفع اشتريهم؟ قال لي لا ما ينفعش. بقول له اديك اي حاجة، اي فلوس واخد عيالهم حتى؟ قال لي لا والله ما ينفعش تاخديهم. وعلى رغم السرقة فيهم حلال، يعني سرقة الحديقة دي حلال، كل حاجة مفتوحة، مفيش اقفال على اي حاجة. هنا شايفين القرد كده. بات احنا خلصنا الخروجه بتاعتنا بات وهنطلع نركب. استنوني في فيديو جديد من يوميات البت خوخه الشطوره. اتمنى يا رب الفيديو بتاعي يكون كده خفيف على قلبكم. اشوفكم في حفظ الله ورعاه، مع الف سلامه يا احلى اخوات واحلى اصحاب. باي باي.